ولد محمد الزرقطوني سنة 1927 بدرب السوينية في المدينة العتيقة بالدار البيضاء، وتعلم القراءة والكتابة في الزاوية الحمدوشية التي كان والده مقدما فيها، ثم التحق بالمدرسة العبداللهوية وهي مدرسة للتعليم الحديث، ومن أوائل المدارس المستقلة الحرة التي أسستها الحركة الوطنية، وساهمت بقدر كبير في تبلور الوعي القومي لدى الزرقطوني وشباب المدينة. نشأ الزرقطوني في جو اتسم بمظاهر التهميش التي عانى منها المغاربة مقابل حياة البذخ التي يعيشها الأوروبيون، فدفعه هذا الأمر إلى التخلي عن المدرسة وامتهن التجارة وهو في سن 16، ولكنه أتم دراسته بشكل ذاتي وتعلم اللغة الفرنسية من أجل تتبع جميع الأخبار وتحركات المستعمر في البلاد، حيث كان يطالع المصادر الغربية ذات البعد السياسي باللغة الفرنسية، كما أنه كان يقرأ المطبوعات المشرقية باللغة العربية. تنامى لديه الوعي بمحيطه وتفاعل مع وقائع تلك الحقبة وتأثر بها بشدة وبما حدث من تطورات على الصعيد العالمي، خصوصا مع نهاية الحرب العالمية الثانية وموجة الحركات التحررية التي تلتها آنذاك. أسس محمد الزرقطوني نادي مولودية بوطويل بالمدينة القديمة، وأصبح مسؤولا عن العصبة المغربية لكرة القدم التي نافس فيها فرق أحياء المدينة، وكانت مدينة الدار البيضاء حاضنة لقيادات بارزة من الحركة الوطنية. وكبر محمد الزرقطوني وترعرع وسط الوطنيين الحقيقيين، واحتك بأذناب الاستعمار الفرنسي منذ نعومة أظافره، وانخرط الزرقطوني فيما يعرف بالمقاومة السرية، وكون سنة 1950 فرقة صغيرة من وطنيين فدائيين أشرف على تدريبهم ونسق في إمدادهم بالسلاح في مختلف مدن وبوادي المغرب لأجل تنظيم عمليات فدائية تستهدف المعمرين والخونة. أسس محمد الزرقطوني خلية اليد السوداء، وقد كان العقل المدبر لجميع العمليات التي نفذت في مدينة الدار البيضاء مطلع الخمسينات، إلى جانب كل من المقاومين محمد المنصور والفقيه البصري وسعيد بن عيلات وحسن صفي الدين. إقدام السلطات الاستعمارية الفرنسية على نفي محمد الخامس إلى مدغشقر يوم 20 غشت 1953 كثف من نشاط الوطنيين وتحركاتهم، وعرفت المقاومة إثر هذه الفعل الشنعاء انعطافا نحو الفعل المسلح الأكثر تنظيما، وهو جيش التحرير، مع تكثيف العمليات الفدائية التي أصبحت أكثر عددا وأكثر تأثيرا على السلطات الاستعمارية. إذ قام الزرقطوني بالتخطيط وتنفيذ عملية تفجير القطار الرابط بين المغرب والجزائر يوم 7 نوفمبر 1953، ما تسبب في وفاة 12 شخصا وإصابة عشرات الفرنسيين، إضافة إلى تدمير عربات القطار. أما أقوى العمليات التي تم تنفيذها على يد محمد الزرقطوني وآخرها فكانت في يوم 25 ديسمبر 1953، حيث قام الزرقطوني بعملية تفجير السوق المركزي في الدار البيضاء المسمى بالفرنسية مارشي سنترال. ولما كان يوم نفي المغفور له محمد الخامس هو يوم عيد الأضحى، فقد اختار محمد الزرقطوني بدوره عيدا مهما بالنسبة للفرنسيين، وهو عيد الميلاد عند المسيحيين، وقام بتفجير هذا السوق الذي يرتاده عدد كبير من المحتلين الفرنسيين في المغرب، مما تسبب في سقوط عدد كبير من الموتى، وحول العيد إلى جنازة كبيرة، ما أدى إلى غضب عارم من طرف جنود الحماية الفرنسية، وهزت عملية مارشي سنترال كيان المعمرين الفرنسيين، وأقلقت راحتهم ونبهتهم أن لا أمن لهم في وطن استعمروه وهو ليس لهم. ولم يغمض لسلطات الاستعمار بالدار البيضاء عين، ولم تألو جهدا في ترصد محمد الزرقطوني، مستعملة عيونها المنتشرة في كل مكان، إلى أن ألقت عليه القبض في صباح 18 من يونيو 1955 وهو في منزله بسيدي معروف، فاستخرج حبة سم من جيبه ورمى بها إلى جوفه، وأسلم روحه قبل وصوله لدهاليز شرطة المستعمر حيث كان ينتظره التعذيب.
ليضيع على الاستعمار فرصة أخرى من فرص الوصول إلى أماكن الوطنيين وكشف أسرار الخلايا السرية آنذاك، وخططهم المناوئة لفرنسا ولسياستها الاستعمارية الاستغلالية الشرهة. كان لمحمد الزرقطوني دور مهم في مقاومة الاستعمار وتكريس فكرة المقاومة والدفاع عن حرية واستقلال الوطن، وكان له الفضل الكبير في الحفاظ على سرية مخططات المقاومين المغاربة بعد أن قدم روحه فداء للوطن. وتحول استشهاد محمد الزرقطوني إلى ذكرى وطنية، حيث يحتفل المغرب في 18 من يونيو من كل سنة باليوم الوطني للمقاومة، وهو يوم نتذكر فيه التضحيات الجسام التي قدمها محمد الزرقطوني وأمثاله من الوطنيين الصادقين الذين استرخصوا الغالي والنفيس في سبيل الذود عن حياض البلاد وحوزتها ورؤية المغرب متحررا من قيود الاستعمار. ولكننا جئنا اليوم لنتذكر المثل العليا